قبل ما ابدأ الفيديو حابب اقولكم على تنويه بسيط، وهو ان السلسلة دي عبارة عن قصص خيالية مكتوبة الهدف منها الترفيه والاستفادة، والقصص دي ما حصلتش معايا انا شخصيا، بس بحكيها لك على اساس انها حصلت معايا انا شخصيا علشان ادخلك المود وتستمتع اكتر باحداث القصة. وبس علشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدأ. ما كنتش عارف ان البحث عن وظيفة جديدة بالصعوبة دي بالذات في اليومين دول، وخصوصا لما تكون لسه متخرج من الثانوية العامة، نظرا ان اكتر الطلبات الوظيفية عاوزة معدل عالي وخبرات وشهادات ودورات ملهاش نهاية. وللأسف انا كنت زي اغلب البشر ما عنديش اي انجاز من اللي ذكرتهم قبل شوية، وكل اللي انجزته بفترة الدراسية اني دفعت نفسي بانعدام شغف علشان اتخرج من الثانوية واحتفظ بشهادتي ومعدل السيء، واللي من المستحيل اي حد يرضى يوظفني عنده. عدى الشهر الاول بعد التخرج وكنت فرحان بشكل ما يتوصفش. اخيرا كابوس الدراسة والمذاكرة وضغط امي وابويا علي انتهى، وهقدر اعيش بسلام وارجع للروتين بتاعي اللي افتقدته، انام في النهار واسهر اغلب فترات الليل مع صحابي او على البلاي ستيشن، واللي كان واخد وقتي بدون اي فايدة حرفيا. ولكن بعد ما عدى الشهر ده واللي كان من اجمل الشهور اللي في حياتي حرفيا، وفي يوم عادي دخل علي ابويا متعصب وزعق لي بسبب اهمالي وقعدت التقيلة عليهم في البيت بدون وظيفة اعتمد بيها على نفسي ويعني امشي بيها اموري وحياتي، بعد ما تعبوا وهم بيصرفوا علي خلال السنوات اللي فاتت دي. كنت بحاول اتجاهل كلامه ما ادهوش اي اهتمام، والموضوع ده خلاه يتعصب علي اكتر وقلب كل عصبية ونبرته كان فيها غضب. هطلع من البيت ساعتين، ولو رجعت ولقيتك قاعد مكانك هنا على البلاي ستيشن والضياع اللي انت فيه ده، صدقني اللي هيحصل وقتها مش هيعجبك. دخلت امي تهدي الامور اللي ما بيننا لحد ما ابويا طلع من اوضتي وساب البيت، وفي اللحظه دي ابتديت استوعب ان كيف اللي انا عملته ده غلط. حاولت اروح وراه والحقه علشان ابين له زعل وندم عن الموضوع، لكن كبريائي وغضبي منعوني، وقررت من لحظتها اني اطلع من البيت واروح اشوف لي شغلانة او وظيفة اعتمد بيها على نفسي. قطع تفكيري لحظتها لما سمعت صوت خطواتها وهي جاية ناحيتي، وقبل ما انطق باي كلمة واتأسف لها قالت لي وهي متنرفزة ان ابويا متعصب وزعلان مني، ومن الواضح ان اليوم ده مش هيعدي على خير. مدت ايدها وادتني مبلغ بسيط وقالت خد المبلغ ده واحجز تذكرة اتوبيس ووصل القرية عند جدتك لحد يعني ما تهدى الامور. حاولت اوضح لها اني رايح ادور على شغل وان الروحة عند جدتي مش الحل، لكن كانت مصممة على قرارها، وعلشان انهي النقاش ده حركت راسي على اساس ان انا وافقت، ورحت لميت حاجتي وحطيتهم في الشنطة واتصلت على واحد من صحابي علشان يوصلني لعند محطة الأتوبيس. ساعات طويلة قضيتها وانا ملان بسبب ان الطريق طويلة لحد ما غمضت عيني ونمت من كتر التفكير. وبعد 9 ساعات وصلت اخيرا للقرية، واستقبلني خالي بعد ما جاله خبر من امي اني جاي عنديهم. سلمت عليه وقلنا يلا نروح للبيت، والقرية دي كانت خالية من البيوت ومن البشر حرفيا. علامات الاستسلام بدأت تبان على ملامحي، مش عارف ايه هتكون خطوتي الجاية وايه هعمل في القرية البعيدة كل البعد عن حياة المدينة. وكمان المصيبة الأكبر إن القرية خالية تماما من الإنترنت، ودي الحاجة اللي كانت مخلياني مش طايق نفسي حرفيا. لكن برضو كنت متشوق إني أشوف جدتي وأسلم عليها، وتقريبا دي الحاجة اللي كانت مصبراني ومخلياني أتحمل فترة تواجدي هنا. عدت الأيام وكملت 3 أيام في القرية، وحرفيا في الفترة دي ما كنتش بعمل أي حاجة غير إني آكل وأنام بس. ما قدرتش أتحمل الوضع ده وقررت اني اطلع من البيت واتمشى فيها على نفس حالها بشوارعها الفاضية ومحلاتها المقفولة من سنوات، لحد ما الشمس غابت وصلت طريق غريب كان يؤدي للقرية اللي جنبنا. كملت طريقي لحد ما لمحت محل قهوة قديم وكان فاضي كليا. دخلت المكان بعد ما قررت اني اطلب فنجان قهوة علشان اطلع الافكار اللي جوا راسي، وبعد ما انتظرت اكتر من دقيقة افحص المكان بعيوني
قطع حبل سرحاني صوت وهو يردد تفضل، كيف أقدر أخدمك؟ ابتسمت بعد ما توقعت انه ده هو مالك القهوة، ولكن اللي اتضح لي انه واحد من سكان القرية الصغيرة دي. وبعد كلام طويل معاه سألته باستغراب وقلت له انت كيف قادر تسدد فواتير الكهرباء وتحافظ على المكان هنا بشكله الكلاسيكي الجميل واللي مش شبه باقي محلات القرية؟ لاني من لحظة ما قعدت عندك قبل اكتر من ساعة تقريبا والمكان فاضي وما جاش ولا زبون واحد حرفيا. بس عليه فجأة اثناء ما كان يغسل الكوبايات وقال بيتي بالضبط ورا القهوة، واحنا حاليا متواجدين في مقدمة البيت، وعلشان كده الفترة اللي بكون فيها هنا الكهرباء اللي في البيت بتكون قاطعة، والعكس لما ادخل انام، فانا مش خسران كتير. ولو على موضوع الزباين فانا ما فتحتش القهوة لسبب ربحي، بل علشان مجرد حب وشغف، ومنها برضو اغير جو من الفراغ اللي انا فيه طول الوقت. ولحظة ما خلص جات عيني على صورة لي ولمراته وبنته الصغيرة واللي من الواضح عليها انها قديمة. سحبت الصورة وابتسمت وقلت هي دي اسرتك؟ ولكن تغيرت ملامحه فجأة وكشر لي كده، لكن استوعب الموقف بعد ما حس باستغرابي وقال ايوه دي بنتي ومراتي وهم نايمين دلوقتي في البيت. ترددت كلمة نايمين في راسي وقعدت اقول في نفسي نايمين؟ طيب ما كان يقدر يكتفي ويقول انهم موجودين في البيت وخلاص. بس تجاهلت الموضوع لحظة ما اتكلم وقال المكان قديم والتراب متراكم في كل مكان، ايه رأيك بما انك فاضي تساعدني وليك المبلغ اللي تشوفه مناسب؟ منها ما اكونش ضيعت وقتك وخلاص، ومنها اكون افدتك انك بتدور على شغل على حد علمي. جسمي كله قشعر لحظة ما قال المعلومة اللي ما جبتش سيرتها ولا لمحت له عنها حتى، لكن مشيت الموضوع عادي بعد ما جاتني الفرصة دي لحد عندي، وقررت اوافق وخلاص وما حاولش اسأله انه كيف عرف اني بدور على شغل. الوقت اتأخر خلاص وكنت شغال انظف في اخر ترابيزة وخلصت. واول ما خلصت اتكلمت وقلت انا لازم ارجع للقرية اللي انا فيها دلوقتي علشان الطريق حيكون مظلم، مش عاوز اتأخر اكتر من كده علشان جدتي ما تقلقش علي، وانا اصلا مش قايل لها اني هنا. قعدت اتلفت حواليا بدور على صاحب القهوة، والغريب ان ما كانش لي اي اثر. القهوة شبه عتمت ومفيش نور ينور المكان كله. ناديت لأكتر من مرة عليه وما كانش فيه أي رد. وقبل ما أطلع برا المحل وأروح لبيته لمحت ورقة مرمية في الركن وفوقها مبلغ كبير. فتحت الورقة وكان مكتوب فيها اضطريت أرجع لبيتي بعد ما عيلتي احتاجوني، خد المبلغ ده وشكرا إنك قضيت وقتي معايا وأنست وحدتي، اقفل الباب وراك وانا هرجع كده بالليل واشيك عليه مرة تانية. ابتسمت بعد ما شفت المبلغ الكبير واخدته وطلعت برا المكان. شعور جميل بعد ما قبضت اول مبلغ في حياتي، والمبلغ كان قادر انه يعيشني لاكتر من اسبوع لقدام. وانا مروح في طريق البيت جدي طلعت الموبايل من جيبي ونورت الكشاف لحد ما وصلت، ولكن اتصدمت لما شفت خالي قاعد عند الباب ومن الواضح انه قاعد مستنيني، واول ما شافني كان لسه حيضربني لكنه مسك نفسه وبدأ يزعق لي وهو يقول ان لي حدود يوم كامل غايب عن البيت. عيوني وسعت من الصدمة خصوصا لما ذكر مدة غيابي. حاولت ابين له ان المدة ما عدتش عن ال5 ساعات حرفيا واني كنت في القرية اللي جنبنا دي، وحاولت برضه ابين له فرحتي بعد ما قبضت اول راتب ليا، لكنه سكت شوية وقعد يبص لي مستنكر اللي قلته. وبعدين قال اني لازم اخد شنطتي وان اهلي عرفوا فترة غيابي دي وان طلبوا منه يوصلني لحد محطة الاتوبيس علشان ارجع للبيت. كنت مستمر اسمع زعيقه ليا وتكذيبه باللي حصل، مع اني وريته المبلغ اللي كان معايا، لكن سمعت جملة من بين كلامه الكتير ده واللي خلتني حرفيا اتجمد في مكاني. القرية اللي جنبينا دي مهجورة ولا فيها سكان من 15 سنة، ولو هاخد كلامك بمحمل الجد وانك فعلا لقيت شغل فيها فهي من هنا اقل حاجة 9 ساعات مشي، والموضوع ده مستحيل. التزمت الصمت وسبته يطلع كل اللي في قلبه علي، وانا قررت اوريه بنفسي القرية ومحل القهوة اللي كنت فيه طول الساعات اللي فاتت وقت لما نعدي جنبها بالاتوبيس. وفعلا ركبت معاه بعد ما اخذت شنطتي، وبعد دقايق مرينا من جنب القرية. وقبل ما اتكلم وانطق واقول له عن المكان اللي كنت فيه، المصيبة ان المكان ما كانش ليه وجود ابدا. والصدمة الاعظم لما عدينا من جنب محل القهوة واللي كان معدوم وملامحه مش واضحة خالص، واللي خلاني ابلع لساني وجسمي يرتعش اول ما لمحت بيت صاحب القهوة، واللي كان عبارة
عن مقبرة قديمة. واللي منو واللي من المستحيل انه حد يرضى يوظفني عنده. واللي من اوه ايه في ووو بارت 1 ليتس جو مان. واللي من المستحيل خلاص قلت.